السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال، وإن شاء الله كل حاجة معاكم زي الفل. بنحل مع بعض آخر نموذج معاك في كتاب معاصر، النموذج الخامس. وهتلاقي طبعا في نفس البلاي ليست اللي بتتفرج عليها من الفيديو ده هتلاقي حل الأجزاء والإكزامز اللي فاتت كلها قبل كده. ما تنساش بقى لو مش مشترك في القناة إنك تشترك وتفعل الجرس عشان تتابع كل اللي بنقدمه أول بأول ومفيش حاجة تفوتك. وما تنساش يا بطل إنك تشير لكل زمايلك. خلاص، يلا نقول بسم الله بسم الله ونبدأ كده في أول سؤال. أول سؤال بيقول لك إيه؟ Which of the following could have a role in إيه يا مستر؟ خد بالك عنده دور في إيه بقى؟ في الإكستنكشن. يبقى عنده دور في مين يا مستر؟ في الإكستنكشن، انقراض. some species of living organisms. فدي طبعا من الايه؟ من النيجاتيف امباكت. فهو بيقول لي الانرجي فلو ثرو ليفنج اورجانيزمز. بالعكس، طالما في انرجي فلو فده بيمنتين الايكو سيستم، ما يوديش للاكستنكشن خالص، فدي غلط. تمام. طب انكريز الجرين هاوس جاز ان الاير، ممكن. ليه ممكن؟ لان دي من الحاجات النيجاتيف امباكت. فالنيجاتيف امباكت بوجه عام هيأثر على الايه؟ على الليفنج اورجانيزمز، وفعلا يؤدي للاكستنكشن للسام سبيشيز. زي بالظبط لما الجرين هاوس جاز افكت بيزيد، فبيحصل ايه؟ ميلتنج للايس بتاع الايه؟ بتاع البولار ريجن. حصل اللي حصل، وبناء عليه الليفل بتاع الايه؟ بتاع الووتر بيزيد. طب اول ما بيزيد بقى يؤدي لايه؟ يحصل فلاد للكوستال ايه؟ الكوستال ريجن. يحصل اكستنكشن لايه؟ ل a lot of الايه؟ of السبيشيز للليفنج اورجانيزمز. يبقى دي مظبوطه مظبوطه. طب establishing الكابتيف بريدنج بروجرامز، بالعكس ده انت كده انت بتحافظ على الانواع المهدده بالايه؟ بالانقراض. خلاص، ما انت بتخليهم ايه؟ كابتيف بريدنج، يعني بتخليهم يعملوا بريدنج، تناسل يعني، فاهم؟ طب بروتكتنج الاندينجرد بريديتوري سبيشيز، ما انت بروتكتنج اهو، بتحافظ عليها، يبقى هتزود السبيش، يبقى انت بتمنعها من الاكستنكشن. وهو بيقول لك رول للاكستنكشن. خلاص، يبقى دي كمان مالها غلط. سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه؟ الشكل اللي قدامك ده بيوضح الايفكت للكيميكال اند الفيزيكال ويذرنج اون igneous روك. خلاص ماشي. which of the choices in the following table is correct about the property of المينرالز X and Y؟ بص يا حبيب قلبي، المينرال يا دكتور طالما جايه من كيميكال ويذرنج فبتكون من النوع الموست ستيبل او المور ستيبل. وكمان يا مستر بتكون سكندري مينرال، سواء كان كيميكال او بيولوجيكال. انما لما بتكون فيزيكال يا دكتور المينرال اللي هنا بتكون برايمري، ده رقم واحد. وبتكون بقى ديفرنت في الايه؟ في الشيب وفي السايز، وبتكون رف. يعني ايه رف يا مستر؟ يعني بتكون خشنه. تمام. فانا عايز هنا، هو بيقول لي هاز نون يونيفورم شيب. لا مش ده اللي عنده نون يونيفورم شيب، هو الواي اللي هو الفيزيكال ويذرنج. طب دي مور ستيبل، صح. طب قلنا دي برضو مستبعده. والكورس دي برضو بتاعت مين؟ بتاعت الفيزيكال، بتكون خشنه، دي غلط. يبقى دي كمان الرايت تشويس. وصلت؟ تمام. وفعلا هنلاقي ان الواي بتكون يا مستر اسكورس، كلمه كورس دي يعني رف خشنه، هي نفس المعنى بالظبط، مظبوطه. طيب سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه؟ الاوبزيت فيجر بيوضح الريت اوف الووتر seeping through three different type of السويل. what are the types of السويل A و B و C؟ بص يا قلبي، هو بيقول لك ايه؟ seeping يعني الميه ايه؟ هيحصل لها سيبس، يعني تقع، تمشي بسهوله. خلاص. فمين بقى اعلى ريت للسيبس؟ الساندي. مين اعلى ريت فيهم؟ ساندي. دي اللي الميه بص تنزل وتجري على طول ما تقعدش. طب مين اللي الوتر؟ ما هو بص كلمه سيب دي عكس الوتر ريتنشن، فاهم؟ فانت مين اللي الوتر ريتنشن بتاعه عالي؟ بقول لك عكسها. يعني ممكن يشيل دي يقول لك ووتر ريتنشن، يبقى هو عكس، هتختار اجابه العكس. فمين اللي الووتر ريتنشن بتاعه عالي؟ اللي هي الكلي سويل. يبقى دي اعلى سيبز للميه، اعلى سيبنج للووتر. يبقى مين يا مستر؟ نمبر سي دي تبقى ساندي. فسي دي ساندي، يبقى ده كده مستبعد، ده كده مستبعد. طب نمبر ايه كلي؟ نمبر ايه كلي؟ فين كلي ايه؟ يبقى دي كده الرايت تشويس، يبقى دي كمان مستبعده. لان الالوفيال سويل دي عباره عن السيلتي سويل، دي سلت، والسلت بتكون ان بتوين. خلاص، يعني السلت تكون ايه؟ من بتوين اهو، السلت ان بتوين، صح. يبقى ايه دي؟ خلاص اجابه منطقيه جدا. سؤالنا اللي بعده بيقول which of the following is higher for pure water molecule at 1 degree Celsius than at 4 degree Celsius؟
طب هو عايز يعرف مين اللي هاير في البيور ووتر موليكيول، مين بيكون اعلى بقى في الحاجات اللي جايه دي كلها. خلاص، في مين يا مستر؟ ات 1 زين ات 4. طيب هل الفايبريشن امبليتيود؟ طب هو الامبليتيود يا دكتور يعني هو بيقول لك ايه؟ سعه الايه؟ سعه الاهتزاز او الفايبريشن، يعني حركه الموليكيول، يعني فاهم؟ طب هل حركه الموليكيول عند 1 ديجري سيليزيوس اعلى من الفور؟ غلط طبعا. ليه؟ كل ما بنزود التمبريتشر كل ما الكاينيتيك انرجي بتاعت الموليكيول بتزيد. خلاص، فعند 1 الفايبريشن غلط والسبيد برضه هتبقى غلط. يعني ايه يا مستر؟ يعني السرعه عند 4 اعلى من 1. هو بيقول لي لا انا عايز ايه؟ 1 بتكون هاير ذان في 1 من 4. طب الماس مش هتتغير، ماس الميه مش هتتغير، اللي بيتغير الفوليوم وليس الماس. فهو قال لي بقى ايه اللي بيعبر عن الفوليوم في الاختيارات؟ انتر موليكولار سبيسيز، المسافات. فعلا عند 1 هنا الميه بتكون ليكويد والدينستي بتاعتها مالها؟ بتكون كبيره، اعلى دينستي ب1. انما وانا نازل كده الدينستي بيحصل لها ايه؟ بتديكريز، بتقل. ليه بتقل؟ عشان الفوليوم بيكبر. ليه الفوليوم كبر؟ عشان الانترا موليكولار سبيسيز بتوين الايه؟ بتوين الووتر موليكولز بتكبر المسافات بقى عشان يكون الكريستال شيب. يبقى فعلا هو ده اللي بيكون في 1 اكبر من 4، لان عند 4 بتقرب من بعض اكتر. واضح؟ ودي الحته، دي المنطقه بتاعت الاب نورماليتي بتاعت الميه. طيب يلا يا عم نمبر 5 بيقول لك ايه؟ بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. increasing الكونسنتريشن بتاع الكربون دايوكسيد في الميه بيأكتس اون ايه؟ بيأثر على ايه بقى؟ والله لما بيزيد الكربون دايوكسيد فده بيعمل بلاوي. خلاص، لما بيزيد عن الريت الطبيعي. فهو بيقول لك increasing الاسيديفيكيشن اند الكالسيفيكيشن. طب واحده واحده، هو هيزود الاسيديفيكيشن تمام، انما هيزود الكالسيفيكيشن غلط. ليه؟ هو بيقلل الكالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن شغاله لوحدها بدون كربون دايوكسيد، هو يجي يخربها. ليه بقى؟ لان هو هيحول الكالسيوم كربونيت اللي هو انسوليبل الى كالسيوم باي كربونيت، وده سوليبل. ده اي كيو، ده سوليد. يبقى هو حول ماده سوليد لايه؟ لماده اي كيو سوليبل. فالكالسيفيكيشن بيقللها مش بيزودها، يبقى دي غلط. طب هيزود الاسيديفيكيشن صح. ليه؟ لان الكربون دايوكسيد اصلا لما بيدوب في الميه بيتحول لكربونيك اسيد H2CO3، ده كربونيك اسيد. تمام كده، وبناء عليه يبقى هو هيزود الاسيديفيكيشن صح. طب يقلل الكالسيفيكيشن صح برضه، فاذا دي تبقى اجابه منطقيه. متفقين؟ تمام. يقلل الاسيديفيكيشن ده غلط، غلط اصلا، تستبعده من الاول، لان الاسيديتي هتزيد، البي اتش هو اللي يقل. يعني لو قال لك هيقلل البي اتش تقول له صح. طب soil moisture can be retained in dry region by the following except. رطوبة السويل ممكن نحتفظ بيها في المنطقة الجافة عن طريق ايه؟ عن طريق كل ده بيقول لك ما عدا ان احنا improving الووتر درينيج، ان احنا نحسن تصريف الميه. ممكن فعلا الدرينيج بتاع الميه لو احنا عملنا له امبروفمنت يعني، فبالتالي انت هتحافظ على السويل ايه؟ مويستشر، الرطوبه بتاعت السويل. فده دي منطقيه ما فيش فيها مشكله. خلاص، فمش هنختارها. طب بلانتنج شاد تري، فعلا لو انت عملت كده شاد حوالين الارض بتاعتك خلاص، فده برضه هيعمل ايه؟ هيحافظ على المويستشر. طب repeatedly irrigating the soil by flood، هل ده هيريتين in the dry region by the following؟ طب لو قلنا supplemental irrigation of the soil، يعني ايه يا مستر؟ يعني حاجه اسمها ري تكميلي كده للسويل، مفيش مشكله. فانت برضو ايه؟ السويل، الرطوبه بتاعت السويل هتفضل موجوده في المنطقه الحاره لو انت استخدمت السبلمنتال irrigation اوف السويل. تمام، فدي كمان صح. انما بقى الفكره ايه بقى في الريبيتدلي irrigation او irrigating السويل باي فلادنج؟ حبيبي انت لما هتعمل فلادنج او تعمل irrigation للسويل بالفلادنج فانت هتعلي نسبه السالينيتي. حلو حلو. فالسالينيتي اصلا بتقلل الهيوميديتي، وانت بقى اصلا في منطقه ايه؟ في منطقه دراي. ففعلا هل السويل مويستشر هتريتيند؟ لا، نوت ريتيند، مش هتحتفظ بيها. يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. وصلت؟ يبقى الفكره ان هي النتيجه مش دايركت، مش مباشره، لا دي نتيجه هتترتب على الايه؟ على الفعل اللي هيكون. خلاص، لذلك هتبقى الايه؟ دي مظبوطه دي مظبوطه دي مظبوطه، يبقى نمبر سي فعلا هي الاجابه الايه؟ المستبعده، ده الاكسبشن يعني. طب تعال نشوف اللي بعده. ان الهيدرولوجيكال سايكل
اوف الووتر. بيقول لك الووتر كان ريتيرن تو ذا سي ثرو ايه؟ هي الميه بترجع للبحر امتى؟ اول ما يحصل لها رين فول. يبقى رين فول اول حاجه، يبقى في رين فول. طب الحاجه الثانيه بيبتدي يحصل انفلتريشن خلاص، وبتسيب كده تسيبز لحد ما تنزل للجراوند ووتر. بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها فلو للووتر او ستريمنج لمين؟ للووتر. هو ده كده الترتيب. فهو بيقول لي كوندنسيشن اور ايفابوريشن. لا، هي كوندنسيشن انا بحول الميه من فيبر لليكويد بس ما نزلتش. ايفابوريشن طالعه، فده غلط لان هو بيقول لي ايه؟ ريتيرن للسي. طب كوندنسيشن، ما احنا اتفقنا كوندنسيشن لا. رينفول صح، الميه نازله. وستريمنج يعني يحصل لها فلو، تجري يعني تجري وتتجمع تتدفق، فالاتنين مظبوطين. طب ايفابوريتنج عكس مين؟ عكس ان هي ترجع، فاهم؟ يبقى هي دي كده الرايت تشويس بالاستبعاد. انما رين فول صح طبعا، بس هو بيقول لك ايه؟ احنا عايزين الاثنين مع بعض في الاختيارات يعني. وضحت؟ تمام. طب ما تيجي نشوف اللي بعده. يلا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك which of the following organs in the body of a Nile tilapia fish helps it to float؟ اللي هي السويم بلادر. ايه اللي هيساعدها ان هي تفلوت وتسنك؟ السويم بلادر طبعا. خلاص، لا الكدني ولا الجلز ولا السكن، هي السويم ايه؟ السويم بلادر. سؤال اهبل قوي. اللي بعده، مين من الفولوينج leads to a change in the chemical property of a limestone؟ بص يا حبيبي، اللايمستون ده بيزك يا قلبي، بيزك، اوعى تنسى، ها، بيزك. خلاص، وبناء عليه طالما هو لايمستون بيزك فهو بيقول لي هيتنج في الووتر كارنت ويز الروك. هو بيقول لك which of the following lead to a change، يحصل له تغيير بقى، ها، في الكيميكال بروبرتي بتاعته. طب كيميكال بروبرتي بتاعته لللايمستون وهو بيزك، يبقى انت تفاعله مع حاجه اسيد. يبقى هو بقى احنا هندور في الاختيارات على حاجه اسيد عشان يتفاعلوا مع بعض فيدي سولت وما، يبقى انا كده غيرت فعلا الكيميكال بروبرتي بتاعته. فهمت اللعبه؟ واضح؟ يبقى هو ده اللي احنا هندور عليه. فبيقول لي هيتنج اوف الووتر كارنت ويز الروك. اصلا الميه الووتر كارنت لما بيهيت بالروك فهو بيكون اصلا الروك دي بيزك اصلا، فزي ما هو، فاهم؟ فانت ما غيرتش حاجه. طب الاكسبوجر اوف الروك للويند ده فيزيكال ويزرنج، ما غيرش اي حاجه في الكيميكال ايه؟ في الكيميكال بروبرتي. طب الاكسبوجر بتاع الروك للاسيد رين، طب الاكسبوجر بتاع الروك للساند ستورم برضو مش هتعمل حاجه، عاصفه رمليه. يبقى اذا فعلا هو ده اللي يغير الكيميكال ايه؟ الكيميكال بروبرتي. يلا نمبر 10 بيقول لك ايه؟ البي اتش فاليو بتاعت الميه بتزيد وين ديزولف ان ايه؟ بص يا معلم، ادي البي اتش سكيل، ها، من 0 7 14. بص يا حبيب قلبي، عشان تزيد البي اتش فاليو فهو هيبقى رايح من منطقه الايه؟ ناحيه البيز، فانت هتحتاج تضيف بيز. فالكربون دايوكسيد جاز انا قلت لك ده اسيد، عشان هيدوب في الميه ويكون الايه؟ الكربونيك اسيد، فده مستبعد. طب صوديوم كلورايد سولت، بص يا دكتور، صوديوم ده سترونج بيز، كلورايد ده سترونج اسيد، فهيكون ايه؟ بي اتش 7. فبرضو انا ما طلعتش بره، لان الميه اصلا الميه نيوترال، فانت ما غيرتش حاجه، يبقى دول مستبعدين. طب امونيوم، انا قلت لك اول ما ابدا بامونيوم ويك بيز على طول. كلورايد سترونج اسيد، يبقى ده اسيدك ينزل البي اتش ما يزودوش، وهو بيقول لي ازود البي اتش، فاقول له غلط. يبقى هي دي فعلا صوديوم باي كربونيت. هيكون ايه يا مستر؟ ها، ده هيكون عباره عن ايه؟ يكون عباره عن بيزك. ليه؟ لان الصوديوم ده سترونج بيز وده ويك اسيد، فيكون بيزك سوليوشن. يعلي بقى البي اتش فوق ال7. فاذا يبقى هي دي فعلا الاجابه المظبوطه. وصلت؟ طيب تعال نبص على 11. بيقول لك ايه؟ the following are the steps for the formation of الأوزون in the stratosphere. بيقول لك 1 a single oxygen atom binds with an oxygen molecule. دي نمبر 2 على طول، دي الخطوة الثانية، لأن الخطوة الأولى نكسر الدبل بوند بتوع الأكسجين. The covalent bond between the two oxygen atom in الأكسجين molecule is broke down. يبقى دي الأولى، يبقى دي كده 1 وده 2. طب الشورت ويفلس الترا فايولت راديشن فولز اون اكسجين مولكيول، لا معلش، ده هي دي الواحد. بص بقى، هي دي الواحد، معلش دي الواحد. اول حاجه ادي اهو الاكسجين اوضه بالبوند يقع الويفلنس، بعد ما يقع تتكسر فيبقى دي الثانيه، عشان قال لي بروكن اهو، يبقى دي الثانيه، بعد كده دي الثالثه. بس كده ده الترتيب. خلاص، هو عايز ايه؟ بيقول لي ذا كوريكت اوردر فور ذيز ستيبس. قلنا 3 2 1 بالترتيب، يبقى 3 2 1 3 2 1، يبقى البي اجابه مظبوطه. بس كده. وصلت؟ تمام. طيب نمبر 12 farmers in reclaimed lands، الأراضي المستصلحة. fear the activity of the wind.
حلو، بيكونوا يعني قلقين شويه بسبب الرياح. because it causes ايه بقى؟ هتعمل انهي فينومينا؟ هل الويند تعمل لك سالينايزيشن؟ لا، دي الميه. هتعمل لك اسيديفيكيشن؟ برضو الميه. طب ديزرتيفيكيشن؟ يعني بقى، يعني بص، ديزرتيفيكيشن دي معناها تصحر. يعني ايه تصحر يا مستر؟ يعني يا دكتور تبتدي تعمل لك اروجن للارض، خلاص، وتخلي الارض غير صالحه للايه، للزراعه. ما انت خد بالك اصلا دي ريكليمد لاند، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. تمام، فيبقى دي كده الايه، الاجابه المظبوطه. طب بتريفيكيشن؟ لا مش بتريفيكيشن يا دكتور. تمام، يعني بيقول لك عارف انت يعني تحجر كده، متحجره، زي بالظبط البتريفايد لاير اللي بتتكون بنيس السيرفيس اوف السويل نتيجه للكومباكشن كده، فاهم؟ فدي كده مستبعده. طيب يلا نمبر 13 بيقول لك ايه؟ What happens to the volume of a quantity of pure water when its temperature is raised from 33 degree Fahrenheit to 39 degree Fahrenheit؟ بص يعني ايه يا مستر؟ الفكره كالاتي، انت هتحول لي دي لسليزيوس وتحول دي لسليزيوس، خلاص، عشان تفهم ايه اللي حصل. فهو عايز ايه؟ بيقول لك انا عايز اعرف اللي هيحصل للفوليوم. طب احنا عارفين ايه؟ احنا عارفين من اول الزيرو لحد الفور إيه اللي بيحصل، من الفور للزيرو. فاحنا عارفين من زيرو لفور الفوليوم بتاع الووتر مولكيولز هيبتدي يقل، انما وانا من فور لزيرو الفوليوم هيبتدي يحصل له ايه، يزيد. وده طبعا عكس النورمال. ازاي يا مستر؟ هنا بيزيد عشان يبقى التلج يطلع فوق، خلاص. فانت هتحول دي وتحول دي. اللقطه الايه؟ اللقطه كالاتي، احنا عارفين ان التمبريتشر فahrenheit، او بعيدا عن الكلام ده، يعني انت هتجيبها زي ما احولها وخلاص مش مشكله. بس كنت هقول لك ايه؟ هقول لك بص، انت عندك كده عشان تبقى ايه واخد بالك، 32 فahrenheit هي 0 سليزيوس، هي 273 كلفن، بس ده انا كنت اقول لك عليه، فاهم؟ فمعنى ان انت هنا جايب ايه بقى، خد بالك ده هنا 32، هو بيقول لك 33، فانت هتحول ال 33 لسليزيوس والفahrenheit لسليزيوس. فعشان نحول بقى نعمل ايه؟ نقول الاتي، احنا عندنا التمبريتشر بفahrenheit ايكوال 1.8 التمبريتشر سيليزيوس بلس 32. انت عايز ايه؟ انا عايز سيليزيوس. فاللي هيحصل كالاتي، هتودي دي هناك بالاوبوزيت ساين، فالفahrenheit ب 33، فتقول 33 ماينس 32 اوفر 1.8، بس كده هتطلع ب 0.55 ديجري سيليزيوس، يعني نص ديجري سيليزيوس. طب 39 هنقوم عاملين كده 39 ماينس 32 اوفر 1.8، طلع بكام؟ طلع ب 3.8. طلع بكام يا مستر؟ 3.8. فمن اول 0.5 لحد 3.8 وانت طالع احنا ماشيين كده، يحصل ايه للفوليوم؟ بيديكريز. وصلت؟ يبقى بيديكريز يا مستر، اللي هو من 0 ل 4 اللي احنا قلناها طبعا. طب يلا اللي بعده. بيقول لك ايه؟ الاوبزيت فيجر بيريبريزنت ويذر ماب فور تو ريجن A و B where the isobar indicate air pressure value in milli bar. ماشي، عايز ايه؟ بقى هو بيقول لك السيمبل يوزد فور الريجن ايه اون ذا ويذر ماب ايه. بص يا قلبي، هتبص على الارقام اللي هنا يا حبيبي، ماشي؟ فالارقام اللي هنا من اول ايه 960 بس هي مقلوبه، 970 980 990، وهنا الفات، يبقى ده كده لو وده كده هاي، والويند من الهاي لللو، بس كده. فهو بيقول لي الايه هيكون ايه؟ هاي. طب والويند دايركشن من الاي للبي، من الاي للبي، يبقى دي كده رايت تشويس، يبقى دي مستبعده، بس كده. تمام، خلاص وضحت. طيب تعالى للي بعده. حلينا طبعا زيها في الفاينل ريفيجن، خدنا امثله منها كتير قوي. tropical rainforest trees contribute to all the following except. فالاشجار دلوقتي يا دكتور بتاعت مين؟ بتاعت التروبيكال ريجن اللي هي الغابات الاستوائيه، خلاص، رين فورست. قال لك بتساهم في كل ده. هل بتزود الاكتيفيتي بتاعت الليفنج اورجانيزمز؟ طبعا بتزودها طبعا، لان هي بتكون ايه؟ هابيتيت لي مليونز اوف الليفنج اورجانيزمز، كتير قوي يعني، خلاص. يبقى دي مش هنختارها عشان هو عايز اكسبشن. طب enhancing the respiration process، ما هتزود الكميه بتاعت الاكسجين اللي موجود، فدي صح، ما نختارهاش. طب بت regulating local and global climate، والله الاتنين مع بعض عادي مفيش مشكلة، يعني هي بتنظم المناخ، بتنظمه طبعا، وده بيأثر على الجزء ده، بيأثر على الكل، هيأثر على الكل، ما انت عندك ويند، خلاص. طب السويل اروجن اند ديجريديشن، هل التروبيكال رين فورست تريز هتؤدي للسويل اروجن؟ بالعكس، ده هي بتمد الايه، السويل بالفيرتيليتي اللي هي عايزاها، خلاص. والديجريديشن تدهور، لا، يبقى هو ده الاكسبشن. طيب يلا نمبر 16 بيقول لك ايه؟
بيقول لك which of the following isn't one of the environmental protection practices، يعني مش من ال environmental protection. خلاص، فهو بيقول لك ايه بقى establishing natural reserves. فعلا ان احنا نعمل محميات طبيعيه، فعلا ده من البروتكشن للايه براكتسز، دي الممارسات الايه، ممارسات الحمايه للانفايرمنت فعلا. خلاص، وهو بيقول لك مش منهم. reducing البلاستيك consumption برضو كويسه. طب الاربان اكسبانشن اهو، ده بقى ده اللي غلط. ليه بقى يا مستر؟ ده مش بيبروتكت بقى، دي مش من البروتكشن براكتسز. امال انت كده بتأثر على الاراضي الزراعيه. خلاص، فبتقلل الايه الجرين سبيسز اللي عندك، وده غلط. طب limiting الكول يوزج، ان انت تحدد استخدام الفحم، لان هو طبعا بيؤدي الى ايه، الى emitted harmful gases، بتشارك في انكريز الايه الجرين هاوس افكت. خلاص، فاذا كل ده كده تمام، ما عدا هي بقى الايه الاوربيان اكسبانشن، يبقى هي دي الرايت تشويس، اللي هو التمدد او التوسع العمراني، يعني احنا بنبني على الاراضي الزراعيه يعني. خلاص. طب نمبر 17 بيقول لك ايه؟ لو احنا استخدمنا فلترز عشان نقلل الاسيدي جاز emission from a factory near an agriculture area land تو ايه بقى؟ يعني احنا ليه بنستخدم الفلتر دي؟ عشان نقلل الهارمفول افكت بتاع الجرين هاوس جازز. خلاص، ده الجنرال ايه purposes. خلاص، فهو بيقول لك بقى using الفلتر عشان تقلل الكلام ده، هل ده يؤدي الى increasing الagriculture and الانيمال برودكشن؟ فعلا، ما هو يعزز الكلام ده. طب هل ده يعلي الاتموسفيريك تمبريتشر؟ لا بالعكس، انت كده اصلا بتحافظ على الايه، على الاتموسفير من الايفكت بتاع الجرين هاوس جاز، ان الكونسنتريشن بتاعه ما يزيدش. طب هتقلل الرينفول ريت؟ ملهاش علاقه. طب لان الرينفول ريت ده ليه علاقه بالايفابوريشن. خلاص. طب ديكريزنج الكالسيوم كونتنت ان ذا سويل برضو ملهوش علاقه، عشان هو بيقول لي انا ركبت فلتر. امتى يبقى ليه علاقه؟ لو هو اسيد رين نازل. فعلا يقلل الكالسيوم والمغنيسيوم اللي هم ليهم علاقه بالفيرتيليتي، وكمان يريليز التوكسيك سبستانس لايك الالومنيوم. فهمت اللعبه؟ واضح. طيب تعال نبص على اللي بعده. يلا، بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك يا دكتور اف ان البويلنج بوينت بتاعت مين لليكويد بقد كده، ماشي، at السي ليفل، حلو، and become y degree celsius on the top. طيب اكيد الواي اقل من الاكس. ليه؟ لان تحت درجه الحراره بتكون عاليه. خلاص، تحت درجه الحراره مالها يا مستر عاليه، انما فوق درجه الحراره بتكون مالها قليله. فهو بيقول لك which of the following express الريشيو، فالريشيو اكس صغيره اكس كبيره، واي صغيره. حاجه كبيره على حاجه صغيره تبقى more than 1، يبقى greater than 1 ايه، يبقى دي كده الرايت تشويس. خلاص، يبقى دي كده الرايت تشويس. طب ما تيجي نشوف اللي بعده. بيقول لك التكنيك that can be used to measure البرسنتج of harmful gases in the air and the heavy metals in the soil. حلو قوي. يبقى هو بيتكلم على مين بقى يا مستر؟ هيميجر في الاير طبعا سبكتروسكوبي. وصلت؟ يبقى سبكتروسكوبي. بس احنا عارفين اللي هو الالترا فايولت يا دكتور. هل السبكتروسكوبي ليكويد كروماتوجرافي؟ لا، ده بيقول اير. تمام. وهيفي ميتال في السويل. الهيفي ميتال في السويل برضو بنميجر بالايه، بالسبكتروسكوبي. تمام كده. بس خد بالك بقى ايه، الاير ما ينفعش الهيفي ميتال في السويل ما ينفعش جاز جاز كروماتوجرافي، ما ينفعش. ما ينفعش، ده بيميجر الاير بس، انما الهيفي ميتال في السويل لا. طب الويت كيميكال اناليسيز ده ليه علاقه بالهيفي ميتال بتاعت السويل، ده هيفي ميتال على طول، هيفي ميتالز بس سويل. انما السبكتروسكوبي قلنا منه الالترا فايولت سبكتروسكوبي، ده بيميجر الايه الكونسنتريشن للنيتروجين اوكسيد والاوزون. وكمان قلنا الاتوميك اللي هو الاتوميك ابزوربشن، اللي ليه علاقه بالهيفي ميتال بتاعت مين، بتاعت الميه والسويل. خلاص، يبقى سبكتروسكوبي شغال في الميه، شغال في السويل، شغال كمان في الجاز ك الترا فايولت. بس هنا قال سبكتروسكوبي عادي، يبقى اذا هي دي كده الايه الرايت تشويس، ودي كده تبقى مستبعده. يلا نمبر 20 بيقول لك one of the reasons why polar bear is at the risk of extinction. ايه بقى؟ ايه هو سبب ان البولار بير في حالة extinction؟ خلاص. طيب اول حاجة خالص بيقول لك ايه؟ the increase in الايس cover. هل زيادة الايس cover هو اللي هيهدد
البولار بير بالاكستنكشن بالعكس، ده بيقل الايس كفر عشان بيزيد الافكت بتاع الجرين هاوس جاز افكت. وده طبعا بيحصل ان بيلست للهابيتات بتاعته مكانه، الهابيتات مسكنه بيفقده وبيخسره. خلاص، يبقى هي دي الفكره. وبناء عليه بقى الاختيار الاول مستبعد. طب التاني بيقول لي ذا اكستريم كولد ات ذا نورث بول، بالعكس ده هو اصلا ده موطنه، هو بيعيش في البولار ريجن. خلاص. طب الديستراكشن اوف اتس اوريجينال هابيتات، صح بيحصل ديستراكشن للهابيتات بتاعه. يبقى ايه وبي طبعا الاثنين مالهم مستبعدين. اللي بعده بيقول in the life cycle of السلمون، السلمون طبعا بيعيش في تو environment زي ما احنا ما عارفين، fresh water salty water. Which of the following stages live in an aquatic environment with high osmotic pressure؟ high osmotic pressure لما بيكون adult. خلاص. الايجز لا، ايجز ويانج لا، لان الايجز دايما بتكون فين يا مستر؟ بتكون يا دكتور في الفريش ووتر، هو بيرجع ريبروديوسد مره تانية في الفريش ووتر. خلاص. وبناء عليه adult fish only صح، يانج في الفريش ووتر، يانج في الفريش. خلاص. اللي بعده in the following the specification of 4 water sample each of mass 1 kilogram. Two samples are salty water with the same concentration and two samples are fresh water. Which of these samples have the highest density؟ طيب واحدة واحدة. انت عندك ايه؟ عندي 4 سامبل، كل واحدة منهم عندها 1 كيلو جرام. two sample are salty water، فالسولتي ووتر بتكون اعلى من مين يا مستر؟ من الفريش ووتر. خلاص. فهو بيقول لي بقى سولتي ووتر عند الفور ولا سولتي ووتر عند الايت ولا فريش ووتر ولا فريش ووتر؟ هو فريش ووتر مستبعده، سولتي ووتر. حلو حلو. طب سولتي ووتر عندي كام بقى يا مستر؟ عندي الدينستي لما تكون اعلى، هي الدينستي الميه اعلى ما يمكن عندي كام؟ 4 ولا 8؟ لا عند 4. وصلت؟ يبقى هي دي كده الرايت تشويس. سؤال حلو عشان ممكن حد يتخدع فيه. طيب اللي بعده which of the following statements is correct about the iron as one of the minerals that found in the earth's crust؟ يعني يا مستر بيقول لك مين في دول بيكون صح بالنسبه للايرون كاحد المينرال اللي موجوده على سطح او في قشره الارض؟ A limited resource that decreases with consumption. هو limited ولا مش limited الايرون؟ هو limited فعلا، لان هو من المصادر النون رينيوبل. خلاص. فهو limited resource و decreases with the consumption، صح، دي جمله صح. طب limited resource and isn't affected by consumption، لا طبعا بيتاثر ازاي limited وما يتاثرش؟ ما ينفعش. طب available resource that decrease with consumption ولا available، اسف، an available resource ولا available resource؟ لا هو مش available، هو limited بس كده. يعني هو يقصد بقى ايه؟ renewable ونون renewable. فقال لك ايه؟ قام جابها لك قال لك limited وavailable بس كده، غير الاكسبريشن بس. طب يلا اللي بعده بيقول لك ايه بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ The temperature increases in the upper part of the stratosphere as ascending upward بسبب ايه؟ وجود الاوزون طبعا. خلاص. to the higher concentration of الاوزون جاز، يبقى دي هي الرايت تشويس. طب اللي بعده بيقول لك 3 containers each containing a quantity of liquid or two immiscible liquid are represented by following figure. حلو. So the correct order pressure at point 1 و 2 و 3 and 4 that shown in the figure. طب واحدة واحدة. احنا عندنا اهوت ايه؟ liquids، البوينت دي والبوينت دي والبوينت دي مالهم يا مستر؟ تقريبا في نفس الليفل. حصل؟ قول لي حصل. طب ولما هو حصل ده معناه ايه؟ معناه ان بيقول لك 3 كونتينر، خلينا بس نتاكد الليكويد هو ولا لا. فبيقول لك ايه؟ 3 كونتينر each contain quantity of liquid each contain a quantity of liquid or two immiscible liquid are represented in the following. طيب هو باين قوي ان الليكويد ده وده، بص ده وده مالهم بلون، وده بلون تاني. مظبوط؟ قول لي مظبوط. حلو جدا. طب هنلعبها ازاي يا مستر؟ نلعبها كالاتي. الصوره دي وضحت كل حاجه ازاي. بص يا عم، اول حاجه خالص الاكس اقل دينستي من الواي. حصل؟ قول لي حصل. ما احنا عارفين ان البريشر ايكوال اتش رو جي، فجي سيبك منها، ليها علاقه بالاتش والرو. تمام. فالرو للاكس اقل من الواي اكبر. تمام. وادي الاثنين هنا لوحدهم. يبقى بص بقى واحده واحده، مين اكبر بريشر فيهم؟ يكون واي. اشمعنى يا مستر؟ لان واي واقع عليه البريشر زي ده بالظبط، يعني هو ده بس بالاضافه عليه بريشر اكس. لان بص الهايت هنا قد ايه؟ 2 اتش.
فالواي واقع عليه البريشر بتاعه هو ذات نفسه، البوينت دي واقع عليها بريشر واي والبريشر بتاع الاكس. وصلت؟ يبقى مين اكبر حاجه واي ومين اقل حاجه اكس. خلاص؟ يبقى المفروض اكس اقل يا مستر اقل حاجه اللي هو نمبر 1 يعني نمبر 1 ده كده يعتبر ماله يا مستر اقل حاجه. طب ما هو اكس دي اللي هي 1 مظبوط، هتقول لي مظبوط. حلو. يبقى احنا بص عندنا الواي اكبر حاجه والاكس دي اقل حاجه. طب يا مستر ما هي 1 زي مين؟ زي 3. يبقى عندك 1 قد 3 وعندك الواي اكبر حاجه اللي هي رقم 4. طب 4 اكبر من كام؟ اكبر من 2 طبعا، لان الاثنين دول ليكويد، بس ده عشان معاه الاثنين مع بعض الاتش اكبر. يبقى انا عندي دلوقتي 4 اكبر من 2 اكبر من 1 وهو 3 او 3 1. ف 4 2 4 2 1 قد 3 يبقى سي دي اجابه مظبوطه. يلا اللي بعده. بيقول لك explain increasing the number of red blood corpuscles for people who live in the mountain top. ليه يا دكتور؟ عشان يقدر يأدبت مع اللو ليفل اوف الاكسجين او الديفيشنسي اوف الاكسجين ليفل. خلاص يبقى to adapt with اللو oxygen level عشان يقدر يتأدبت مع ايه؟ نقص الاكسجين اللي موجود، لان طبعا كل ما بنطلع لفوق الاكسجين ايه؟ concentration بيقل. طيب Gulf Stream is considered an example for the effect of solar radiation on the water current in the Atlantic Ocean. Explain this. طيب بص يا عم، موضوع الجلف ستريم ده يا دكتور دي يعني التيارات اللي بتكون وورم. خلاص؟ فالووتر اللي بتكون وورم بتكون less dense اقل density. حلو حلو. فده بيحصل لها ايه يا مستر؟ دي بتخرج من الايكويتور toward النورث اتلانتيك اوشن. حلو حلو. طب دي بتؤدي لايه بقى؟ دي تعمل لك بقى يا باشا مودريتنج كده في الكلايميت في ويسترن يوروب، وكمان بتنهانس البايودايفرستي والمارين لايف. فهو ده اللي حضرتك هتقوله. يبقى هو بيقول لك بقى اكسبلين ليه الجلف ستريم ده مثال على الافكتيف سولار راديشن على الووتر كارنت. نقول له كده due to its moderate، او نقول مثلا بمودريت الكلايميت اوف ويسترن يوروب and enhancing البايودايفرستي. خلاص؟ وطبعا لازم تبقى انت فاهم ان هي بيكون ايه يا مستر؟ بيكاري الووتر اللي بتكون لو دنس. معنى لو دنس يعني هوت ووتر. فاهم؟ لايه بقى؟ ليه من اللي هي من الايكويتور تو النورث ايه؟ اتلانتيك. حلو. تعال نشوف سؤالنا اللي بعده. What is the effect of using biopesticides with respect to agriculture soil fertility؟ والله الافكت بتاعه ان هو هي increase هي lead to اهو leads to increase السويل fertility. تمام كده. خد بالك في فرق ما بين بايو بيستيسايد وفي فرق ما بين بيستيسايد. خلاص؟ طيب واحده بتقلل الفيرتيليتي وانما دي بتزود الفيرتيليتي. Human poison by mercury doesn't always include breathing its vapor, but the poisoning can take place through having food. ممكن. ازاي يا مستر؟ عن طريق الفيش. يبقى نقول له ايه؟ according to مثلا الفود تشين from الفيش to الهيومن، او when we eat the fish. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الفيش طبعا بيكون هو كمان اتنقل له الميركوري، فبيحصل precipitation للميركوري في الفيش سيلز، وبعد كده بيترانسفير للهيومن باي ايه؟ باي الفود تشين عن طريق متسلسله الغذاء يعني. خلاص؟ احنا بناكل يعني الفيش. اخر سؤال بيقول لك what is the effect of discharging water polluted with agriculture fertilizers in a water body on a number of algae. والله يا مستر طالما agricultural fertilizers فده معناه ان هو بيتكلم عن ام بي كي. يعني حضرتك دلوقتي زودت النيوترانت للالجي لايك النيتروجين والفوسفورس، فده يؤدي الى abnormal algal blooming. وبكده بفضل الله
نكون خلصنا حل امتحانات المعاصر كله. ربنا يوفقكم يا رب، موفقين دايما، اشوفكم على خير. السلام عليكم.